السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساو الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم فيه ان شاء الله مجموعه ديال النصائح والارشادات في ماده الفيزياء، حيت بزاف ديال التلاميذ كيعانيو من هذه الماده، خاصه التلاميذ اللي كيقراو في السلك الثانوي. فكما كتعرفوا ان الفيزياء كتصعب شويه، وملي كتطلع الثانوي مكتبقاش بحال الاعدادي. ولكن هذا الفيديو على العموم راه موجه للتلاميذ كاملين، سواء في الاعدادي ولا في الثانوي. فكنتمنى يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، بالاشتراك، وكذلك بنشر الفيديو. كنتمنى انكم تنشروا هذا الفيديو مع اكبر فئه ممكنه باش تعمل فائده ان شاء الله. اذا بلا ما نطول عليكم فيديو، بلا ما نطول عليكم مقدمه، نبداو الفيديو. اول نصيحه نبدا بها هي ان الفيزياء ماشي ماده ديال الحفظ كما كيتصوروها مجموعه ديال التلاميذ. كاين اللي كيبدا درس وكيحفظوا من طقطقه السلام عليكم، وهذا خطا كبير. يعني لا تقد تضيع وقتك في الحفاظه، والفيزياء اصلا ماشي ماده ديال الحفاظه. لكن اذا كنت كتقرا في الاعدادي واخا، لان الفيزياء ديال الاعدادي فيها شويه ديال الحفظ مقارنه مع الفيزياء ديال الثانوي. في حين في الثانوي ما كايناش الحفاظه في الفيزيك الا في بعض الدروس. يعني ماشي ما كايناش شي مره، ولكن كاينه في بعض الدروس اصلا الاستاذ كيقول لك هذه الحاجه خاصها تحفظ، ولا يقول لك الاستاذ هذه الحاجه خاصها تحفظ صافي حفظها. ما قالكش غادي تحفظ. هنا انت كتشوف اذا كان مثلا شي تعريف، الافضل انك تعقل عليه. لكن المشكله هي ان دابا الاغلبيه كيقرا خيار فرنسيه، فكيقول لك انه خاصك تكون فاهم الحاجه كتجي صعيبه باش يعبر عليها بالفرنسيه. ففي هذه الحاله هذه حاول انك تحفظ. ولكن اهم حاجه هي الفهم، لان الاسئله ديال الحفظ كتكون قليله، ما كيكونش عليها النقط بزاف. ماشي بحال الفهم، يعني الامتحان كامل كتجبرو داير على الفهم. تاني حاجة، حاول انك تكتر من التمارين اهم حاجة في الماط وفي الفيزيك، خاصة اذا كنتي كتقرا في الثانوي. الفيزيك ديال الثانوي ماشي هي الفيزيك ديال الاعدادي. في الاعدادي ربما كنت يعني غير كتمشي تبارك الله كتفهم، غير كتتبع مع الاستاذ، كتفهم الدرس في اليوتيوب صافي، بلا ما تخرج كاع شي تمارين كتمشي كتجيب نقاط كيحمقوا، نقاط واعرين. لكن في الثانوي واخا تفهم الدرس بعد تما كافيه شي بتاتا، كتلقى راسك فاهم الدرس مزيان، كيعطيك استاذ شي تمرين ما كتفهمش تخرجو مره. هذيك الشيء خصك ضروري تدرب راسك على التمارين. مثلا لما قريتي درس ديال الاجتماعيات ودرس في الماط ولا درس في الفيزيك، عاد تمشي للدار عاد بدا الدرس ديال الفيزيك تخرج له التمارين اهم من انك تحفظ ديك الدرس الاجتماعيات. لان الماط والفيزياء رجعت عندهم واحد الاهميه كبيره بالنسبه لك كتلميذ علمي في الثانوي. بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو في الاعدادي، ف حتى نتوما ضروري خصكم يعني تخرجوا تمارين باش تثبتوا بهم الفهم ديالكم، خاصه اذا كنت يعني ما عندكش مزيان مع الفيزيك، ما عندكش بزاف مع الفيزيك. فحاول انك تكثر من التمارين، يعني حاول انك تنظم الوقت ديالك وصافي. اما بالنسبه للثانوي يعني تخرج التمارين شي حاجه ضروريه، شي حاجه ضروريه. بالنسبه للتلاميذ ديال الاعدادي ما عادش نقول لكم ما تخرجوش التمارين، بالعكس كل ما بديتي من دابا كتخرج التمارين وكتنس مع هاد القضيه هادي، كيكون افضل واحسن باش ملي تكبر يعني تجيك هاد القضيه ديال السيريات والتمارين شي حاجه عاديه. لكن كما كتعرفتينا عندك ربما مواد اخرى اكثر اهميه من الفيزياء. فالمهم الحاجه اللي نقول لك هي حاول انك ما تهملش الفيزياء برغم من اي حاجه. راجع ديك المواد الاخرى وخدم له مزيان، وفي نفس الوقت ما تهملش الفيزياء، لان الفيزياء ماده مهمه بزاف، وكل ما خدمتي لها تمارين كثر كل ما كان افضل. والحاجه الثالثه وهي حاجه مهمه بزاف، هي ان الفيزيك باش تجيب فيها نقط مزيانين وباش تمشي فيها مزيان خاصك تكون كتبغيها. وعلاش ما تبغيش الفيزياء يعني واحد الماده اللي كدرس الظواهر الطبيعيه اللي كانت نعيشوها واللي كنتعايشوا معها، الاشياء اللي كنشوفوها في حياتنا ديالنا، ماشي بحال الماط. يعني الماط ما يعني شي حاجه اللي ما كنشوفوهاش بالعين المجرده، شي حاجه اللي يعني شي حاجه ماشي مكايناش في الحياه ديالنا العمليه، على العكس ديال الفيزيك. وزيد عليها ان الفيزيك يعني بزاف ديال المهن المستقبليه بحال مثلا الطب كتعتمد على الفيزياء. يعني باش تقرا فيهم خصك تكون يعني مزيان في الفيزياء، مجتهد في الفيزياء. فعلاش ما تبغيش الفيزياء؟ بالعكس خصك تبغي الفيزياء اول حاجه، تبغيها كماده باش تمشي فيها مزيان. حيت اذا بغيتيها وكانت عندك الاراده والرغبه في التعلم ديالها، غيسهل كل شيء من بعد.
فرضا دابا انك صافي يعني رجعت الفيزيك كتعجبك، رجعتي كتبغي الفيزياء، كتحماق على الفيزياء، رجعتي كتحفظ غير داكشي اللي مهم، غير داكشي اللي كيقول لك الأستاذ تحفظو، ورجعتي كتخرج سيريات بزاف ديال السيريات ديال الفيزيك، وخادم بزاف ديال التمارين مزيان، كلشي غادي معاك مزيان. مشيتي للامتحان ولا عطاك أستاذ شي تمرين، فجأة ما فهمتيلوشي، جاك صعيب، جاك داكشي غريب، داكشي ماشي بحال ديك التمارين اللي خرجتيهم. فهنا بزاف ديال التلاميذ كيفقدوا الثقه في راسهم، كيعتقدوا انهم مكلخين، واخا كيخدموا واخا كيحفظوا واخا يعدلوا لي يعدلوا ما كيفهموشي. بزاف ديال التلاميذ كيفقدوا الثقه في راسهم وكينزلوا ستيلو وكيستسلموا. فالحاجة اللي خاصكم تعرفوها ان هاد المشكل هذا كيوقع لاي تلميذ مهما كان المستوى الدراسي ديالو. السبب ديالو يعني هو الخوف والدهشة والضغط ربما. ففي هاد المواقف هادو حاول انك غير توكل على الله سبحانه وتعالى ودي الله سبحانه وتعالى قسما بالله. يعني اذا دعيتي الله سبحانه وتعالى عاد فهم تجاوب. تقدر تحطها شويه، ولكن في نهاية المطاف عتجاوب. ولكن طبعا خصك يعني ماشي غدير صافي ضروري العمل بالاسباب. يعني ما تنزلش يسيروا للارض، بالعكس جيب شي ورقه واساخ، بدا تحاول فيها، ماشي مشكله، حاول. المهم انك تثق في راسك وتثق في الله سبحانه وتعالى، ازول منك الخوف والدهشه، وربي غادي يعاونك. غير ثق في الله وربي غادي يعاونك ان شاء الله. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، ما تنساوش تنشروه. السلام عليكم.